لو انت موظف عامل شغال في شركه او حتى فريلانسر، اسمعني كويس. النهارده يعني في اللحظه دي قانون العمل الجديد اتطبق رسميا. قانون هيغير حياتنا في الشغل من اول المرتب لحد الاجازه والفصل. تعالى بقى اشرح لك حقوقك واحده واحده. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها استماره 6 خلاص. اللي كانت بتتعمل وانت لسه داخل الشغل جديد علشان يرموك في الشارع في اي وقت، دي خلاص انتهت. يعني القانون الجديد دلوقتي بقى بيحميك ومحدش يقدر يطردك بمزاجه. طيب لو حصل فصل، القانون قال مفيش حاجه اسمها فصل تعسفي. يعني الفصل دلوقتي لازم يبقى بحكم محكمه. يعني لو صاحب الشغل قرر يبعدك عن الشغل لازم يروح محكمه والقاضي هو اللي يحدد، وده ضمان كبير علشان حقك ما يضيعش. نخش بقى على النقطه المهمه جدا للناس اللي شغاله فريلانسر. قبل كده الفريلانسر كانه مش موجود، لا ليه تامين ولا ليه اي حقوق. يعني القانون الجديد بقى بيعترف بيهم، والاول مره بيفتح ليهم باب التامينات والمعاشات. يعني شغلك الجديد مش هيضيع حقك. نخش بقى على موضوع ساعات العمل. القانون حدد ان اقصى عدد شغل ليك في اليوم هو 8 ساعات. يعني هتشتغل في الاسبوع 48 ساعه بس، ولازم يكون في ساعه راحه في النص علشان تاكل او تستريح. وممنوع تشتغل اكتر من 5 ساعات ورا بعض من غير ما تاخد استراحه. طب لو الشركه عايزه منك ساعات اضافيه، القانون بيقول لازم تكون برضاك وكمان تاخد عليها مقابل. يعني لو الشغل الاضافي بالنهار هتاخد 125% من اجر الساعه العاديه. اما بقى لو بالليل بتاخد 150% من اجر الساعه العاديه. ولو في يوم الراحه الاسبوعيه او الاجازه الرسميه بتاخد 200%. اما بقى الاجازات ليك 21 يوم اجازه رسميه مدفوعه الاجر، وطبعا بعد ما بتكمل سنه شغل. ولو فضلت في الشغل 10 سنين او حتى تميت 50 سنه هتبقى الاجازه بتاعتك 30 يوم مدفوعه الاجر. اما بقى لو عندك ظروف صحيه او اصابه، القانون بيديك اجازه مرضيه بدون مرتب. اما بقى بالنسبه للسيدات، القانون وسع اجازه الوضع وخلاها مدفوعه الاجر بالكامل، وكمان منع فصل اي موظفه لمجرد انها حامل او حتى عندها طفل. وكمان لها الحق انها تستفيد من اجازه الوضع 3 مرات خلال مده عملها. وفي ميزه كمان، القانون الزم اصحاب العمل انهم يسجلوا كل اللي عندهم من موظفين في التامينات. يعني انتهى عصر الشغل من غير ورق. من اول يوم شغل لازم يبقى ليك عقد وكمان تامين. يعني باختصار القانون الجديد اتعمل علشان يحميك انت، سواء كنت موظف او عامل او حتى فريلانسر. وده بقى دوري انا كمحامي اوضح لك انت حقوقك علشان محدش يضحك عليك. فمن النهارده لو لسه صاحب الشغل ما بيلتزمش بالقانون، قول له القانون الجديد بيحميني. لو حاول يضغط عليك او حتى يطردك، اعرف ان انت ممكن تلجأ للقضاء وتاخد حق. واحنا من خلال صوت الحق هنفضل دايما نوضح لك حقوقك بلغة بسيطة ومن غير تعقيد. وخلي بالك، السكوت عن الحق ضياع للحق.